مسلسلنا بيبدأ في فندق وبيجي صاحبه اللي اسمه يوجين بنفسه عشان يسكن فيه، لأن للأسف بيته حصلت فيه مشكلة ويسكن في الفندق لمدة شهر. بس رغم انه شاب وسيم وما ينقصوش حاجة، الا انه عنده عقدة نفسية من حاجة واحدة بس، وهي انه ما بيحبش الارقام الفردية. يعني لو خبطت على بابه في يوم لازم تخبط يا اما مرتين يا اما 4 مرات. لو هتديله هدية لازم تبقى هديتين مش هدية واحدة. علشان كده بنشوف خادمتين وهما بيرتبوا الأوضة اللي هيسكن فيها. واحدة من الخادمتين دول هي بطلة فيلمنا، حلمها انها تبقى راقصة. كانت بتحب سلسلة معينة جدا، وفي مرة وهي بتنظف الأوضة وبتدور على حاجة وما كانتش مركزة، فجأة بيدخل عليها صاحب الفندق وهي لسه في الأوضة وبتتصرف بعفوية وبتنسى انها في الشغل. فبيبص عليها وهو بيضحك لحد ما بتلف وبتلاقيه وراها. فالبطلة بتتكسف وبتطلب منه السماح وبتخرج. صاحب الفندق بيقول لها انه خلاص سامحها. لما بتغير لبسها عشان تخرج من الشغل بتلاقي السلسلة بتاعتها مش في رقبتها، فبتعرف انها وقعت منها في الأوضة اللي فيها صاحب الفندق. بترجع تاني عشان تاخدها، ولما بتوصل بتخبط على الباب مرة واحدة بس، لكن بتفتكر ان ده رقم فردي فبتخبط مرتين تاني. لما بيفتح الباب بيقول لها انت خبطتي 3 مرات، وبيخبط هو المرة الرابعة. بيسألها عايزة ايه، فبتقول له انها نسيت السلسلة بتاعتها عنده في الأوضة وانها مهمة ليها جدا. فبيقول لها خلاص ادخلي دوري عليها لو عايزة، لكنها بتقول له انها هتدور عليها بكرة، وبتستأذن منه وبتمشي. في اليوم اللي بعده لما بتيجي عشان تنظف الأوضة بتاعته بتبدأ تدور عليها، لكن هو بيكون لقاها وحطها لها وسايب لها رسالة. فرحت جدا انها لقيتها وبتشكره على اللي عمله معاها، وبتسيب له هدية رقمها زوجي. الفيلم بينتهي لشخصية تانية وهي بنت اسمها سو جين. بتبقى جميلة جدا، ورغم ان سنها قرب يكمل 40 إلا انها لسه ما اتجوزتش. في الوقت ده بتبقى رايحة علشان تقابل اصحابها. كان المفروض انها تعترف لواحد منهم بحبها، لكنها ما بتقدرش. بيبقوا قاعدين وبيتكلموا ومبسوطين مع بعض، وفي الاخر الشاب اللي بتحبه بيطلب منها انها تيجي معاه البيت. فالسوجين بتوافق وبتروح معاه، وبيقول لها انه جابها هنا عشان عايز يتكلم معاها في موضوع مهم. بتبقى السوجين فرحانة وفكرة انه هيقول لها انه بيحبها وان حلمها معاها يتحقق، لكنها بتتفاجئ لما بيقول لها انه هيتجوز قريب وانه هيعمل فرحه في الفندق اللي هي شغالة فيه. هنا سوجين اتصدمت وكانت عايزة تعيط، لكنها حاولت تسيطر على نفسها. وصاحبها بيبدأ يحكي لها عن البنت اللي هيتجوزها وازاي يتقابلوا، وهي بتسمعه وبتشرب. فجأة بتفقد الوعي، ولما بتصحى الصبح بتقوله انها لازم تمشي بسرعة عشان اتأخرت على اخوها. وبنعرف انها هي اللي مسؤولة عن اخوها سايو، وانهم عايشين لوحدهم. صاحبها بيوصلها، وفي الطريق بتقول له هو بجد هتتجوز ولا كنت بتهزر معايا؟ لكن صاحبها بيأكد لها انه ما بيهزرش وانه فعلا هيتجوز وهيعمل الفرح في الفندق اللي هي شغالة فيه. لما بتوصل البيت بتعمل نفسها خارجة من اوضتها عشان اخوها بيبقى خارج. بتكذب عليه وبتقول له انها رايحة الشغل. فسايو بيقول لها انت متأكدة انك مش راجعة من بره؟ اخوها وكل الولاد اللي في المدرسة بيحبوا بنت واحدة علشان جميلة جدا، واللي بيشوفها بيضحك لحد ما بيدوخ. كل الشباب حاولوا يعترفوا ليها بحبهم إلا هو، لأنه كان معتز بكرامته ومش راضي إنه يعترف لها. المفاجأة إنها هي كمان بتبقى بتحبه، وعلشان كده رفضت كل الشباب اللي حاولوا يقربوا منها بسببه، رغم إن سايو مش راضي يعترف لها بحبه. ولما أصحابه بيحاولوا تاني يخلوه يعترف بحبه بترفضهم هي، وبتقول له هو أنت مش عايز تقول حاجة؟ لكن سايو بيقول لها أنا بس جيت معاهم وخلاص. هنا بتقول له عيد ميلاد سعيد بمناسبة رأس السنة، فسايو بيشكرها وبيمشي. الفيلم بينتقل بعد كده عند واحد شغال في مصنع، بنعرف انه بقاله فترة ما قبضش ومعهوش ولا جنيه. حياته اتقفلت لدرجة ان صاحبته كلمته وقالت له انها مش عايزة تكمل معاه، فبيتعصب جدا وبيرجع بيته. وهنا بيقرر انه ينتحر. بيروح الصيدلية وبيسأل الصيدلي لو خدت كمية كبيرة من أقراص النوم هموت؟ فبيقول له لا مش هتموت، لكن هتحصل لك مشاكل في بطنك وهتفضل وهتفضل تعمل حمام طول حياتك. هنا بيسيبه وبيمشي. بيروح المحل اللي بيبيع مبيدات حشرية وبيسأل صاحبه على نوع سم ممكن يقتل الإنسان بسرعة، وفعلا بيبيع له كل حاجة. وبيجمع شنطته وبيمشي لنفس الفندق اللي لانج شغالة فيه. لما بيطلع اوضته بيبدأ يكتب رسالة وداع علشان يسيبها لحد يقراها بعد ما ينتحر، لكن كل الكلام اللي كتبه ما بيعجبوش فبيكور الورقة وبيرميها. في اليوم اللي بعده لما بيخرج بتيجي لانج الأوضة بتاعته علشان تنظفها، وفي وسط ما هي بتنظف بتشوف الورقة اللي رماها امبارح تحت الكنبة. لما بتقراها بتعرف انه جاي هنا عشان ينتحر، وبسرعة بتروح لصاحب الفندق وبتوريه الرسالة. فالموظفين اللي بيديروا الفندق بيقترحوا عليه انه يديله فلوس عشان يمشي او يطردوه غصب عنه، لكن صاحب الفندق بيرفض وبيقول لهم طالما هو قصد الفندق بتاعنا يبقى من واجبنا اننا نقدم له احسن خدمة ونعامله كويس ونحاول نشيل من دماغه فكرة الانتحار.
بيبدأوا يراقبوه، واللي بتبقى مسؤولة عن مراقبته هي السوت جين، وهي بتبقى مسؤولة عن أمن الفندق. لما بيدخل أوضته بيخبط عليه الموظفين بيقولوا له مبروك كسبت معانا هدية. فكيونج بيستغرب وبيقول لهم إيه الهدية دي؟ أنا ما اشتركتش في أي حاجة. لكنهم ما بيهتموش وبيخشوا أوضته وبيبدأوا يغنوا له وبيعرفوا إنه كسب تذكرتين لحفلة هيعملوها في الفندق، وإنه هيكون فيها مطرب مشهور. بالليل لما صاحب الفندق بيبقى ماشي في الشارع بيشوف حد بيرقص على كوبري، بيتفاجئ لما بتلف إنها لانج البنت اللي شغالة عنده. بيبص عليها وهو مبسوط، وبنعرف إنه بدأ يحبها، وبيمشي في الشارع لحد ما بيلاقيها بتحاول تنزل بالونة لولد صغير لكنها قصيرة مش عارفة توصل لها. فبيجي هو وبيشيل الولد الصغير علشان يقدر يوصل لها، لكن برضه الولد ما بيوصلهاش. هنا بيشيلها هي، وفعلا بتقدر تجيب البالونة من الشجرة، والولد بيشكرهم وبيمشي، ولينج بتشكره. فبيسألها كنت رايحة فين في وقت متأخر كده بالليل؟ فلينج بتقول له إنها كانت رايحة الكنيسة عشان تصلي بمناسبة رأس السنة، وبتسأله هو رايح فين؟ فبيقول لها أنا كمان كنت رايح معاك. وبيروحوا مع بعض الكنيسة، ولما بيخلصوا صلاة بيوصلها البيت بعربيته، وبتعترف له إن عندها تجربة أداء رقص قريب وإنها خايفة ومتوترة جدا. فبيحاول يهديها وبيعرفها إنها بتعرف ترقص وإنها أكيد هتكسب. بنرجع لسوت جين اللي صاحبها كان باعتها علشان تقابل خطيبته وتحاول تخرج معاها وتعرف منها ايه اللي مضايقه الايام دي. وفعلا خرجت معاها سوت جين وعرفت منها انها هي اللي اتقدمت لصاحبها وطلبت منه الجواز مش هو، وزعلت جدا عشان ما اعترفتلوش بحبها من زمان. لما بترجع الفندق بتعمل هي واخوها مقلب في كيونج علشان يحاولوا يحببوه في الحياة. بيبدأ اخو سوت جين يمثل انه بيغرق في حمام السباحة، وكيونج بينقذه وبيطلعه من المية وبيحاول يعمل له تنفس صناعي. لكن اخو سوت جين بيعمل نفسه فاقد الوعي، وبتيجي اخته وبتبدأ تشكره وبتقول انه بطل وانها فرحانة جدا انه انقذ اخوها، وانها بجد فرحانة عشان لسه في ناس زيه موجودة في الحياة. وبعد كده بيرجع لأوضته بيبدأ يتكلم معاه صوت متسجل على التليفون. فبيعرف كيونج ان الصوت مجرد برنامج مش بنت حقيقية، لانه كان طلب منها انه يشوفها. ولما بتحس انه صدقها بتقول له انها كانت بتهزر معاه وانها بنت حقيقية، وبدأوا يتكلموا مع بعض ويقربوا اكتر واكتر. بنرجع للانج اللي إدارة الفندق نقلتها للأدوار السفلية، ومش هتبقى تنظف الدور اللي فيه صاحب الفندق عشان في واحد شافها وهي راكبة في العربية معاه امبارح، وافتكروا إنها بتستغله علشان تخرج من الفقر اللي هي عايشة فيه. في الوقت ده بيبقى البطل بتاعنا معدي من جنبهم، فبيشوفها وبيقول لها مش المفروض إن النهاردة تجربة الأداء بتاعتك؟ إيه اللي بتعمليه هنا؟ بيمسك ايديها وبيقول لها انا اللي هوصلك بعربيتي، وبيشدها. فبتطلب منه انها تترقى وبتعترف له انها مش مستعده للتجربه دي، لكنه ما بيسمع لهاش وبياخدها عشان تعمل تجربه الاداء. وفعلا بتطلع على المسرح وبتبدا ترقص، وهو كمان بيبقى بيراقبها وبيرقص معاها. لما بتخلص بيقول لها ان شاء الله هتكسب، لكنها بتقول له انها مش هتكسب لان الاداء اللي قدمته ما كانش كويس، وبتطلب منه انه ما يقربش منها تاني لانها مجرد خادمه وهو صاحب الفندق. لو حصل حاجه الناس هتلومها هي الاول مش هو، وانها مش مستعده لاي صدمه في حياتها لانها مش هتقدر تتجاوزها. وكلامها بيأثر فيه جدا وبيروح الفندق بتاعه. بنرجع للشاب اللي كان عايز ينتحر. بيجي له واحد من عمال الفندق بهديه علشان انقذ اخوه سوت جين من الغرق، لكنه بيقرر ياخد الهديه دي ويديها للموظفه اللي بتتكلم معاه في التليفون على طول. ولما بيكون راجع لاوضته الموظفين بيبقوا بيدوروا عليه علشان ما لاقوهوش في الاوضه. واحده من الموظفين بتبقى مشغله مكبر الصوت وبتتكلم مع موظف تاني، وكيونج بيعرف من كلامهم انهم بيعملوا معاه كده عشان بس ما ينتحرش. بيتعصب منهم جدا لانه عرف انهم كلهم بيضحكوا عليه. بيطلع يجري على السطح وهم بيلحقوه. في الوقت ده بيبقى فرح صاحب سوت جين شغال وهي اللي بتغني في الفرح. بيبان في عينيها انها عايزه تعيط وقد ايه هي بتحبه، لكن للاسف ما كانش من نصيبها. لما بتخلص الاغنيه بيجي لها تليفون من الاداره وبيعرفوها ان كيونج هتنتحر، فبتسيبهم وبتطلع تجري عشان تحاول تمنعه، وهو بيبقى على السطح. وبتبقى البنت اللي بتتكلم معاه في التليفون على طول شافت الهديه بتاعته، بترن عليه عشان تشكره، وهو بيبقى على طرف السطح وعايز ينط. بتبدأ تضحك معاه وبتعرفه ان الهدية بتاعته عجبتها جدا وان دي اول هدية يديها لحد في حياتها. فكيونج بيشكرها على الوقت اللي كانت بتقضيه معاه في التليفون، وبيقول لها انه مش هيضايقها تاني. وكلهم بيبقوا وصلوا في الوقت ده، منهم كمان البنت اللي بتتكلم معاه في التليفون. اول ما كيونج بيشوفها بيهددها وهي بتقرب منه وبتبدأ تتكلم معاه وبتحاول تواسيه. قالت له انها هي كمان كانت عايزة تنتحر النهاردة لانها زهقت من العيشة دي، ومسكت ايده وقالت له يلا ننط احنا الاتنين. لكن كيونج بيمنعها وبيقول لها انا لسه ما فرحتش حتى بشوفتك، وبيعانقوا بعض. وبنرجع لسوت جين اللي بتبقى خرجت عشان تشم شوية هوا بعد ما ده كله خلص، وبتلاقي واحد قاعد مستنيها وبيقول لها انه كان بيجي كل يوم الفندق ده عشانها بس. بالطريقة دي بتبقى قصة حب سوت جين لسه هتبدأ. اما بالنسبة لمدير الفندق فهو نزل عند لانج وشدها من وسط الخادمات وقال لها تعالي معايا، لكنها ما رضيتش وقالت له انت مش عارف هم بيقولوا عليا ايه هنا. فبيقول لها بيقولوا عليكي بتدوري على الفلوس، وبيبداوا يضحكوا وبيمسك ايديها وبيعترف لها بحبه.
وبنرجع عند اخو السود جين اللي اصحابه لما عرفوا انه بيحب البنت دي خدوه بالعافيه لحد عندها عشان يعترف هو كمان بحبه. فعلا بيقف قدامها وبيقول لها قدام المدرسه كلها انه بيحبها، لكنها بتقول له انها ما سمعتش هو قال ايه، فبيقوم بجد وبيقول لها انه بيحبها جدا. وهنا بيخلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده. سلام.